صباح الخير، صباحكم كله خير إن شاء الله. بالنسبة لي ريحة المخبوزات في البيت بتضبط المود بتاعي لآخر اليوم، بعد القهوة طبعًا عشان القهوة ما تزعلش مني. النهارده هنعمل مع بعض القرص بتاعة الأفران اللي هي بالسمسم والسكر أو نواعم الأفران زي ما بيقولوا عليها. دي من ذكريات الطفولة بالنسبة لي يعني. كنت باكلها ولو ما لقيتش فيها سكر كتير كان ممكن أعيد من الأول تاني يعني، ما عنديش أي مشكلة خالص. النهارده هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم، وهتطلع معانا بالشكل الحلو الجميل ده. هشة كده وجميلة من جوه ومحشية سكر وجزء تاني محشي بالقرفة والسكر. معانا نص كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات، هنحط عليه معلقتين من السكر كبار ومعلقة خميرة وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تمام، وهنقلب كله مع بعضه كده. الدقيق طبعًا أنا حاطة فيه رشة ملح ومقلباه في الأول قبل ما نحط عليه الخميرة والسكر، تمام. هاحط عليه ربع كوباية من الزيت، ماشي، ومعلقة كبيرة من السمنة. تقدري تستغني عن السمنة طبعًا عادي خالص، تمام، بس أنا حطيتها عشان تدينا طعم حلو كده يعني. وحطيت معلقة صغيرة من الخل، ومعانا نص كوباية من المَيّة، وهننزل بالمَيّة بالتدريج كده على العجينة بتاعتنا لحد ما تتعجن معانا كويس، تمام. أنا هاقلبها كده الأول شوية، وبعد كده هانزل فيها عجن بقى بإيدي، وممكن تقدري طبعًا تستخدمي العجان، تمام. هنا أهو هننزل تاني عليها بالمَيّة، هي خدت معايا بالضبط كوباية إلا ربع من المَيّة، تمام، مش نص كوباية بس، والمَيّة تكون دافية عشان الخميرة طبعًا بتاعتنا. هنبتدي بقى نعجن فيها لحد ما تبقى معانا عجينة طرية كده وناعمة، تمام. وزي ما اتفقنا إن العجينة بتاعة القرص بتكون ما فيهاش عرق، يعني هتبقى العجينة بتاعتِك طرية وناعمة وكل حاجة بس بتقطّع معاكِ، ماشي. أهي العجينة بتاعتنا هنا بعد العجن، هنغطيها بقى ونسيبها تخمر، تمام. نُص ساعة، ساعة حسب الجو عندِك والمكان اللي أنتِ حطيتيها فيه دافي. خمرت معانا كده بالشكل الجميل ده، نطلّع الهوا منها كده، وهنشيل البولة بتاعتنا وهنحط المفرش أو على الرخامة عادي اشتغلي. بعد كده هاعملها زي رول كده، تمام، وهنبتدي نقطّعها زي بالضبط الطريقة بتاعة القرص التانية كده ما قطّعناها، تمام. وهنبتدي نحاول بقى نقطّعها كور متساوية كده. ممكن تعمليها، أنا عملتها قرص كبيرة، ممكن تعمليها ميني، تمام، اللي هي بتتباع بالكيلو طبعًا دلوقتي بالشيء الفلاني يعني. بس، وهنجيب بقى كل كورة كده هنفتحها كده نوسّع فيها من جوّه، معانا هنا ربع كوباية من السكر، عليهم معلقتين كبار من الدقيق، تمام. في ناس بتستخدم بدل الدقيق دقيق السميد، ال يعني اللي تحبيه واللي أنتِ عايزاه ممكن تستخدميه، تمام. أنا هاحشي حبّة بالسكر وحبّة بالسكر والقرفة، تمام. بس وهكذا، وهنقفلها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه كده وإحنا بنقفل بيها، عشان ما تفتحش مننا في التسوية. وسعت إيدي شوية عشان حسيت إن هي قفلت، غطت على الكاميرا وهي بتصور، تمام. هنقفلها كده كويس جدًا ونسيبها. بس عقبال أساسًا ما نخلّص هتكون العجينة بتاعتنا ارتاحت، يعني مش هتحتاجي إن أنتِ تخمّريها تاني أو تسيبيها تخمر، فاهماني؟ بس. أنا حبيت أوريكم تاني الحشو بنفتح إزاي العجينة وبنقفلها إزاي، عشان برضه زيادة تأكيد. هتطلع معانا بقى قرص ناعمة وطرية وجميلة وتفكّرنا كده بالذكريات الحلوة بقى. طبعًا الناس اللي بتحب القرص دي وليها ذكريات معاها تبقى فاهمة يعني أنا باتكلم عن إيه. مهم جدًا الدقيق بتاعنا يكون متعدد الاستخدامات، تمام، عشان تطلّع معانا نتيجة حلوة. بس وأدي كمان واحدة كمان قفلناها. دلوقتي بقى جبنا السمسم بتاعنا، وده مَيّة فيها معلقة كبيرة من العسل الأسود، تمام، أو ممكن تعملي مَيّة وفيها سكر، ماشي. وهتاخديها كده قُرصة، قُرصة كده من القفلة اللي إحنا قفلناها تحت كده، تمسكيها منها وتغطسيها في المَيّة بالعسل، وبعدين تنزلي بيها في السمسم، تمام. دي عشان السمسم بتاعنا ما يقعش، ماشي. هو بيقع برضه بس يعني عشان يمسك فيها.
بس كده زي ما انتم شايفين بنغطسها، وبعد كده بننزلها في السمسم ونطلعها ونحطها في الصاج بتاعنا كده ونضغط عليها ضغطة خفيفة، ونخلي بالنا القرص دي مش بتبقى رفيعة قوي، تمام، عشان تطلع معانا كده منفوخة وحلوة. بس والفرن بتاعنا يكون شغال على درجة حرارة 180 درجة. خدت بالظبط 10 دقايق زي الفينو بالظبط، تمام. الحاجات دي مبتاخدش وقت، الفرن بتاعك بيكون سخن، مبتاخدش وقت خالص في التسوية، بتطلع معانا بمنتهى الجمال والحلاوة كده زي ما انتوا شايفين. بس كده، ونفتح بقى وندوق. ايوه، السكر بقى، بصوا خطيرة خطيرة بجد، خطيرة وجميلة، وجوه عاملة زي القطن بالظبط يعني. بصوا الشمس والله مغطية عليها، مش مبينة لكم تفاصيل الجمال بتاعتها وحلاوتها يعني. بس هي بجد بجد جميلة جدا جدا، ومن جوه زي القطن كده. تحفة، احلى من اللي بنجيبها من الافران كمان بكتير. جربوها على ضمانتي. واي حد يقدر يدخل المطبخ ان شاء الله يقدر ينفذها. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام من جوستو فود. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم. سلام.